لو عندك زيت قديم مستعمل محروق، تعالي هنعمل بيه احلى حاجه. تعالي ما شاء الله اللهم بارك، هنعمل بيه شويه صابون صلب كده، صابون بلدي، حاجه كده فاخر من الاخر، بجد بجد حاجه نظيفه وحاجه حلوه ورغوتها زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، النتيجه ممتازه. تعالي هوريكي ازاي احنا يعني امتى ينشف معاكي وامتى، علشان نبدا ان احنا نخرطه صح في الوقت الصح. وكمان في الوقت ده احنا عايزين ازاي تطلع معانا صابونه ناشفه وحلوه كده، وفي الوقت نفسه تكون بيضه ولونها جميل وحلو قوي، وكمان ما يكونش فيها ريحه الزيت خالص المحروق اللي معانا ده. تمام كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه حلوه حاجه جميله، وتصلب معانا بعد 3 ساعات بس. هقولك كل حاجه في الفيديو، وهقولك ايه اللي يضيع ريحه الزيت، علشان الناس الكتير اللي كانت بتجيلي في الفيديوهات اللي قبل كده وتقول لي ريحه الزيت عندنا بتفضل في الصابون، وامتى بيتصلب معانا، وامتى وليه بيفضل طري، وليه بيعوم زيت على الوش، وكل الحاجات دي كده ان شاء الله نعالجها النهارده في الفيديو. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعليك واصحابك اجمعين. هنا معانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لترين من الزيت المستعمل. الزيت المستعمل ده عامله فيه ايه يا ام يوسف؟ عامله فيه كل حاجه، قاليه فيه كل اللي يخطر على بالك. تمام كده. تمام. هصفيه حلو قوي، لازم يتصفى حلو قوي. عايزه تصفيه فردة شراب مفيش مشاكل، يكون قديم عندك ما بتستخدميهوش، او عايزه تصفيه بمصفى طريه زي دي كده، بحيث ان هي تكون فتحتها ما بتنزلش معاكي كل الشوائب اللي موجوده دي. اهم حاجه دي في الفيديو ان احنا نصفي الزيت بتاعنا. ليه؟ علشان لما نيجي نعمل الصابونه بتاعتنا تطلع بالنتيجه اللي انت شفتيها في اول الفيديو دي، تكون الصابونه بيضه ونظيفه وحلوه متصلبه معانا ونظيفه وجميله، وما تنطرش معانا اي شوائب خالص في الصابونه. تمام. هنا بقى عندنا الكنكه بتاعتنا دي فيها شويه قشر ليمون او قشر برتقان، موجود عندك القشر، ليمونه بايظه، برتقانه بايظه. تمام كده. اغليها على النار ولما تهدى هاتيها وتعالي. صفينا الزيت بتاعنا وبدأنا ان احنا جبنا طبق تاني، نستخدم طبق بلاستيك، والحاجة اللي انت تستخدميها في الوقت ده هنستخدمها بلاستيك علشان خاطر، او خشب. ما تستخدميش خالص حاجة ستانلس او حاجة ألمونيا علشان ما تبصي منك من المواد اللي احنا هنحطها دلوقتي. تمام كده. هنا عندنا كوبايتين من ميه الليمون او ميه قشر البرتقال او ميه قشر الليمون. تمام كده. وفيهم معلقتين ملح. معلقتين الملح دول ده حافظ لماده الصابون بتاعتنا، علشان خاطر لو قعد معانا فتره ما يبص معانا ولا تبقى ليه ريحه مش كويسه. تمام كده. وعندنا هنا معلقتين سكر دوبناهم الاول في ميه الليمون علشان ما يخرزوش معانا في الصابونه، علشان لو احنا دوبناهم في الاخر بتفضل مخرزه معانا في الصابونه يعني ما بتدوبش معانا لما بنحطهم في الزيت قوي. انما لما بنحطهم في ميه الليمون هنا بيدوبوا معانا على طول، وبنحس ان الصابونه عندنا ما فيهاش خالص اي تخريزه، علشان ما تكونش حرشه على ايدك وانت بتدعكي. تمام كده. وطبعا الصابون ده احنا عارفين انه بينظف المواعين الالمونيا، بيخليها بجد بجد كريستال، بيخليها نظيفه قوي وحلوه قوي. تعالوا هنا للمرحله دي بقى اللي هي هتحتاج مننا جواندي وكمان كمامه للناس اللي هي عندها حساسيه، او بتشتغل مثلا في مكان مقفول، او كل الحاجات دي كده لازم تحرصي من الحاجه دي. دي حاجه اسمها صودا كاويه. صودا كاويه عندنا هنا في مصر، في البلاد العربيه اللي بره اسمها ديبوشار، واسمها كمان مسلك مجاري، واسمها كمان ليها اسماء كتيره، انتوا كل واحد منكم هيكون عارف اسم الحاجه اللي عنده في البلد بتاعته. تمام. دي صودا كاويه، في منها سايله وفي منها قشور زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. طيب هنحط منها كوبايتين برضو، احنا نشتغل النهارده بالكوبايه، وهقول لك كل حاجه بعدد الحاجه مظبوط ومعانا مظبوط من الاول للاخر. كوبايتين الميه هنحط لهم كوبايتين صودا. كوبايتين الصودا بتوعي دول لو هي قشور، لو هي مش قشور او هي سايله هنحط 3 كوبايات. تمام كده. هنلبس في الوقت ده الجواندي بتاعنا، وطبعا لو عندك كمامه البسيها، ويا ريت لو في اطفال حواليكي خرجيهم بره في الحته دي بالذات. تمام كده. هدوب الحاجه بتاعتي دي كده علشان بيطلع في الوقت ده شوائب طبعا بتضر الصدر وبتضر الجسم، ولو عندك اطفال صغيره هيتعبوا منها، ما تخليش اطفال جنبيكي في المرحله دي. وفي الوقت ده ما بنشتغلش في حاجه المونيا، لو اشتغلت في حاجه المونيا الماده دي هتاكل الحاجه الالمونيا اللي عندك. طيب ايه هيبطلها معانا في الصابون يا ام يوسف؟ هقول لك واحنا شغالين برضو هحط لك حاجه في الصابون تخليها ما تضرش ايدك بعد كده وانت بتدعكي بالصابونه بتاعتك، وهقول لك امتى تستخدميها صح علشان ما تضرش برضو ايديكي والشوائب بتاعت الصابونه بتاعتنا امتى وتبطل، وهقول لك تشتغلي بيها امتى. ركننا المادة بتاعتنا الكاوية دي على جنب، وهنشتغل في الزيت بتاعنا لغاية ما هي تبرد معانا شوية والشوائب اللي فيها تخلص، هنكون جهزنا بقية المواد بتاعتنا في الطبق التاني. وهتلاقيني كاتبالك كل حاجة بإذن الله بإذن الله في صندوق الوصف. ده كده لترين من الزيت المستعمل. دول لترين اللي هي الازازه بتاعت الزيت العادي خالص، كان مليانين رتلين، وانا هنا جبتهم علشان اصفيهم واوريهم لك. حطيت فيهم معلقتين بيكربوناتو. البيكربوناتو دي بتاعت تنظيفات اللي احنا بننضفها البوتاجاز وبننضفها الحوائط والدهون والحاجات دي كلها. بتزيد الصابون معانا قيمه للتنظيف، يعني بيخلي الصابونه بتاعتنا تنظف اكتر واحلى.
هنا بقى معانا معلقه ولا معلقتين جليسرين. الجليسرين دول طبعا علشان ايديكي، دي حاجه ليك انت، بتنعم ايدك وتخلي ايدك ما تحسش خالص بالحاجه اللي هي بتاعه الصابونه، ما بتخليش الايد مجيره بعد ما تخلصي دعيك. تمام. او لو هتغسلي شرابات بيها او هدوم طبعا فيها دهون او بقع زيت او بقع دهون، بنغسلها برضو بنفس الصابون. هنا حطينا برضو معلقتين خل. معلقتين الخل دول هم اللي بيبطلوا وجع الصودا في الايد. يعني معلقتين الخل دول هم اللي بيبطلوا وجع الصودا في الايد، مش بيخلي ايدك خالص توجعك. في الوقت ده انا وانا بدوب الصودا بتاعتي لو نطرت على ايدي اي حاجه من الصودا على طول ببلها بله خل، علشان خاطر الخل ده اللي بيبطل وجع الصودا. انا نفسي وقعت على رجلي حته وانا واقفه، على طول حطيت عليها نقطه خل، ما شاء الله راحت على طول. تمام كده. هنعد هنا بقى الكوبايات بتاعتنا بتاعه الزيت. نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في ميه الليمون، نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في الصودا، نفس الكوبايه برضو اللي انا هستخدمها في الزيت دلوقتي. لتر الزيت عندي بيبقى 7 كوبايات او 7 كوبايات ونص، ده لتر الزيت معروف كده على طول. تمام. بالكوبايه اللي هي بتاعه العصير او ميه الشرب دي. تمام كده. هنعد مع بعضنا 8 كوبايات، وعندنا هنا كوبايه تانية زياده انا حطيتها يعني. تمام كده. لو انت عندك 8 كوبايات مفيش مشاكل، 8 مفيش مشاكل برضو، نفس المقدار مش هتفرق، لان هي كوبايه واحده اللي هتتحط. امسحها كويس وافضي كل الحاجه بتاعتي، لان فيها مواد انا حطاها محتاجاها للصابون بتاعي. المقادير هكتبها لك كلها في صندوق الوصف، والمكونات برضه هكتبها لك باذن الله في كلها في صندوق الوصف. تمام كده. هكتب لك للتر وهكتب لك للترين ان شاء الله. صندوق الوصف ده هتدوسي على اسم العنوان واحنا شغالين دلوقتي كده وبتسمعيني، هتخشي على طول في صندوق الوصف، هتلاقيني كاتبه لك شويه معلومات مهمين خالص عن الوصفه اللي احنا بنتكلم فيها. هدي تقليبه بقى حلوه كده للصابون بتاعي، ولسه في حاجه تانية هنحطها علشان تدينا رغوه للصابون بتاعنا. احنا كده يعتبر خلصنا يعني عليات المكونات بتاعتنا، لكن في حاجه تانية هنحطها علشان تزود معانا الصابون قيمه في الرغوه بتاعتنا. تمام. ما تنسيش اي ماده من اللي احنا حطيناهم، واشتغلي صح واستني لما الصودا بتاعتك تبرد علشان الزيت بتاعك. الناس اللي بتقولي الزيت بتاعي بيصلب على طول، الصابون بيصلب معانا على طول قبل ما نحط بقيه المكونات، من المرحله دي انك بتشتغلي بالصودا الكاويه سخنه. ما تشتغليش خالص بالصودا الكاويه سخنه، استني لما تهدى خالص عشان تقدر انك انت تقدر تحطي مكوناتك كلها وتدوبي. في الوقت مرحله التقليب دي لو في ناس يعني كبار في المقام ربنا يحفظهم يا رب ومش قادرين ان هم ياخدوا مرحله التقليب بتاعتنا اللي احنا بنقلبها، هتقلبي دقيقتين زي كده وحطي المعلقه فيهم وسيبيهم دقيقتين او 5 دقايق، وارجعي تاني قلبيهم، هتلاقيهم صبنوا معاكم على طول. دي اسهل حاجه لطريقه التصبين بتاعته، بس اكون حطيت المواد بتاعتي كلها. بدأ يديني سمك شويه، هسيب المعلقه فيه واسيبه دقيقتين 3 4، وهاجي تاني اديله التقليبه التانية، هيكون بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اشتغل معايا والدنيا تمام. تمام كده. طيب همسح بس حوالين الرخامه كده، انا مش هقفل معاكي، انا هخليني برضو معاكي وبرضو هوريكي ان هو ما اخدش معانا مرحله كتيره ولا حاجه في التقليب، للناس اللي هي بتقول بياخد معانا مرحله اهو. شايفه يعني انا ما فصلتش معاكي الكاميرا، لما سبته هو ما شاء الله بدا يدي تصبينه شويه. تعالوا هنا بقى هنشوف الحاجه الباقيه لنا اللي هي تدينا رغوه للصابون. انا لو عايزه الصابونه فاتحه عن اللي انت شفتيها دي، هتحطي معلقتين كلور في الوقت ده. تمام كده. الناس اللي هي بتحب تحط الكلور وفي ناس ما بتحبش، احنا هنا ما حطناش، بس انت لو عايزه تحطي معلقتين بس كلور كده ولا كلوركس كده حطيهم. تمام. كلور طبعا بتاع الملابس، هيدوكي لون فاتح شويه للزيت. وبرده احنا دلوقتي المكونات اللي احنا حطيناها دي بتخلي لك الصابونه طالما نشفت كويس ما بيكونش ليها ريحه زيت خالص. تمام. الناس اللي بتقول ان بيطفح معايا زيت على الوش وبيكون ناشف من تحت الصابونه، دي مرحله انك انت ما حطيتيش الصودا بتاعتك مظبوط. شايفه سبته دقيقتين كمان ما شاء الله لقيته صلب. تعالي بقى نحط البريل بتاعنا اللي هو هيدينا رغوه للصابون بتاعنا. ما تنسيش البريل بتاعك علشان خاطر هيديكي، مش شرط انه بريل، عشان في ناس هتقولي البريل مقاطعه، مفيش مشاكل، اي نوع صابون سائل عندك استخدميه. ده انا اصلا عندي بشتريه من الرخيص خالص من المحلات العادي، مش بشتريه من الغالي ولا حاجه. الكيلو ب3 جنيه وب2 جنيه ونص، في كيلو ب6 جنيه وفي الكيلو ب4 جنيه حسب ما انت تجيبي. تمام. لكل لتر بنحط له كوبايه برضو بنفس الكوبايه اللي احنا اشتغلنا بيها، وهندي التقليب زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا ما شاء الله اللهم بارك يبدا يدوب يبدا ياخد التصبينه بتاعته الصح. ما استناش لما ياخد سمك كبير قوي 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 في الطبق، لا اخليه المعتدل كده علشان اعرف اسويه في الصاج بتاعي، بحيث ان انا لما اسويه في الصاج يعني انا سبته دقيقه عبال ما روقت الرخامه وجيت على طول ليه لقيته زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله زي عجينه الكيكه او سمكه يسمن عنها سنه بسيطه.
ركنته وجبت الصاج بتاعي علشان ابدا اصب الصابون بتاعي، اكون مجهزه حواليا الصاج، كرتونه، علب بتاعت احنا كنا عاملينه قبل كده، في العلب بتاعت العصير، في علب الجبنه، في علب، اي علب عندك، علبه كرتونه كده كنا جايبين فيها هدوم شتوي قبل كده، كنا عاملين برضو فيها فيديو. المهم ان انا لما افرش الكيس افرد الكيس كويس علشان الصابونه هتطلع مكشكشه مني لو الكيس مكشكش. تمام كده، لان هي بتاخد شكل الكيس بالظبط وشكل الحاجه اللي انت صابه فيها بالظبط. في ناس بتجيب سجان كده سيليكون وبتحط فيها، علب سيليكون وبتحطي فيها علب من بتاعه الايس كريم، علب من بتاعه الدولسي، اي علب تصبيه فيها مش مشكله طالما ليكي. طيب لو انا هعمل مشروع بقى، ببدا اصب في الصاج زي كده مثلا او كرتونه زي كده، بس مش بعليها قوي، مش بعلي السمك بتاعها قوي. يعني انا لو هبيع هعمل دول في صاجين بنفس الشكل، مش هحطهم في صاج واحد. ليه؟ لان القطعه عندي مش عايزاها تكون كبيره، لان احنا هنا عاملين في الفيديو القطعه ربع كيلو، ده القطعه 250 جرام، كبيره 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 زي اللي كنا بنجيبها زمان وامهاتنا كانوا بيجيبوها زمان. تمام كده. انما انا لو هبيعها هعملها 100 جرام، 120 جرام بس، وهبدا برضه ابيعها بال10 جنيه وال8 جنيه، لان ما شاء الله هي واخده مكونات كتيره وواخده حاجات حلوه، والصابونه ما شاء الله اللهم بارك تعيش معاكي فتره لو انت بتحطيها في الصبانه. هساوي بس الصابون بتاعي كده في الصاج بتاعي والدنيا تمام. لو انا صبيته مصبن اكتر من كده هيغلبني في الفرده بتاعته، لا انا مش عايزاه مصبن اكتر من كده، انا عايزاه نفس كده زي الكيك بالظبط، زي معجون الكيك بالظبط. وابدا افرديه براحتك وسيبيه. في المرحله دي انا لو عايزاه يصبن بعد ساعه واحده بس هغطي الصاج بتاعي ده. تمام فاهميني؟ يعني انا لو عايزاه ساعه واحده بس واخرطه، انا معايا كده من 3 ساعات ل5 ساعات. انا بقى لو عايزه مستعجل عليه اروح جايبه كرتونه ولا اي صاج تاني ومغطيه، بس الصاج اللي اغطي بيه اخلي بالي لو ألمونيا هيبوظ مني. تعالوا هنا بقى بعد ما سيبناه ال5 ساعات بتوعنا وجينا لقيناه زي ما انتم شايفين، كل ما بينشف معاكي كل ما لونه بيفتح ويبيض زي ما انت شايفه كده، يبيض معانا الصابونه بتاعتنا ما بتكونش صفرة ولا حمرة ولا الكلام ده كله، طالما صفيت الزيت بتاعي صح الدنيا صح. طيب للناس اللي بتقولي احنا ممكن يكون عندنا زيت بتاع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، زيت بتاع سمك، الزيت اللي بتاع سمك ده بقى ليه تعامل تاني. تعامل ايه يا ام يوسف؟ احنا بنخرط كده الصابونه، هنحطه على النار وفي معلقتين نشا نعجنهم في معلقتين ميه ونحطهم فيه، ياخد من 10 دقايق لربع ساعه على النار، ياخد غلوه بس كده بسيطه وخلاص اطفي عليه. ابدا اصفيه من شوائب النشا اللي موجوده فيه وابدا اشتغل بيه بس بعد ما يبرد. تمام. بتكون صابونته تحفه تحفه تحفه، واحلى من كده كمان وانضف من كده. في الوقت ده انا خرطت الصابونه بتاعتي، هي ما اتصلبتش قوي بس نشفت معايا. تمام. بس مش اللي انا اشتغل بيها دلوقتي، لا انا خرطتها بس بعد 3 ساعات، وبعد كده بديها نقشه بسيطه قوي بالكوبايه بتاعتي، لو كوبايه شاي او كوبايه قهوه. ما انتش عايزه تدي النقشه خالص ما تديش، مفيش مشاكل. لو انا هبيع بديله نقشه عشان يبقى شكله جميل، لو انا ليا للبيت عادي مفيش مشاكل، عايزه تديها اديها، ما انتش عايزه خلاص. تمام كده. ببدا اديله النقشه دي كده واسيبه تاني لبقيه اليوم لما يكمل اليوم في الصاج مكانه كده برضو. تمام. سبته كده اليوم سليم مكانه زي ما هو، بس ركنته على جنب على الرخامة على جنب. تعالي بقى هنا بعد ما قعد يوم سليم ونشف، بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد بجد حاجة جميلة وحاجة نظيفة وحلوة، وبجد بجد ممتاز في تنظيف الملابس. لو عندك اي بنطلون اي جيبة اي حاجة عليها دهون اغسليها بيها، ما شاء الله ما شاء الله بيجيب لك نتيجة تحفة. وفي الوقت نفسه لو انت عايزة تغسلي بيه البوتاجاز او الحوائط او اي حاجة من الحاجات دي، اشتغلي بحتة سلكة كده معاه ما شاء الله بيجيب نتيجة ممتازة. تعالي بقى كده نشوف هنوزنهم هيطلعوا معانا قد ايه. لو انا هبيع بقى هقسم ازاي؟ يعني انا قلت لك ال 100 جرام او 120 جرام ممكن تبيعها ب 10 جنيه. طيب احنا دول مثلا ما شاء الله اللهم بارك داخلين على 2700 جرام، يعني 2700 جرام هيجيبوا لك مكسب حلو مش وحش ولا حاجه. بس طبعا هتقطعي القطعه صغنن عن كده، يعني الصابونه صغنن عن كده، وممكن ناس تجيب لك الزيت وتجيب لك الخامات وانت تعملي لها وتاخدي مكسبك، وفي ناس ممكن تجيب لك الزيت بس وانت تجيبي الخامات وتحسبي خاماتك وتحسبي مكسبك وتاخدي مكسبك فيه. يعني لو اشتغلتي مشروع حلو ما شاء الله اللهم بارك. وبنعمل منه كمان الصابون السائل للمواعين ما شاء الله بيكون تحفه، بيكون تحفه بجد. اهي النتيجه ما شاء الله عندنا ممتازه ونظيفه ورغبتها نظيفه وحلوه قوي. وجربيه وقولي لي كده، اكتبي لي في التعليقات، وما تنسوش تصلوا بينا على النبي في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. قولوا لي بس ايه رايكم كده وايه النتيجه معاكم بعد ما تعملوه، واكتبوا لي اي سؤال انتوا عايزينه في التعليقات، انا من عينيا لكم حاضر. واكتبوا لي كمان ايه رايكم في الصابونه اللي احنا عملناها، انا عارفه ان هي كبيره شويه بس جميله وحلوه لامهاتنا اللي بيحبوها كبيره. تمام.
يلا حبايبي اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.